عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة مرفوقة بحبات من البرد يرسمها النموذج العددي الأوروبي في آخر تحديث له، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 من شهر أبريل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناة الراصد الجوي، القناة مختصة بتتبع الاضطرابات الجوية بمناطق شمال إفريقيا، الشرق الأوسط، بلاد الشام والرافدين، ودائما ما نتتبع معكم التقلبات الجوية في هذه المناطق. عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة مرفوقة بحبات من البرد يرسمها النموذج العددي الأوروبي في آخر تحديث له، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 23 من شهر أبريل في آخر تحديث للمرصد العددي الأوروبي SMW في 9 كيلومترات، نتيجة لاحتمال توفر عوامل ديناميكية وحرارية في مختلف الطبقات الجوية، وذلك اعتبارا من بعد زوال يوم الأربعاء 23 من شهر أبريل. والأمطار الرعدية ستستمر أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 23 وال 24 وال25 وال26 من شهر أبريل إن شاء الله، إذا ثبتت التوقعات النموذجية الرقمية. إذن وكلمح سريعا عن أبرز التوقعات النموذجية الرقمية للمرصد العددي الأوروبي، فهو لا زال يشير لاحتمال تشكل خلايا رعدية قد تكون قوية إن شاء الله بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الغربية المجاورة، إضافة إلى مرتفعات الأطلس الصغير والمناطق القريبة المجاورة. غالبا هذه العواصف الرعدية ستهم أقاليم الحوز، إضافة إلى مرتفعات تالودانت، مرتفعات الظلال، إضافة إلى مرتفعات شيشاوة ومرتفعات الأطلس الصغير وبعض المناطق المجاورة مثل منطقة تفراوت كما هو مبين عبر الخريطة النموذجية الرقمية. ويوم الخميس 24 من شهر أبريل من المحتمل أن تتسع رقعة التشكلات الرعدية لتهم مناطق واسعة من شمال الأقاليم الجنوبية، خصوصا أقاليم قلميم وطاطا والسزاق، إضافة إلى منطقة السمارة، ثم بمرتفعات الأطلس الصغير المناطق المجاورة، منطقة طاطا، كذلك زاغورا، إقليم ورزازات، مرتفعات تالودانت، مرتفعات الحوز، إضافة إلى الحوز والمناطق المجاورة، ثم بمرتفعات شيشاوة، وقد تهم أيضا مناطق من هضاب الفسطاط والماس، أيضا بشرق حوض اللوكوس، السايس، ثم بمرتفعات الأطلس المتوسط والمناطق المجاورة. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي إن شاء الله ستستمر يوم الجمعة 25 من شهر أبريل بنفس المناطق، أي بمرتفعات الأطلس الصغير المناطق المجاورة، أيضا بمرتفعات تارودانت والحوز ومرتفعات ورزات والراشدية ومرتفعات تنغي، إضافة إلى مرتفعات الظلال وميدلت والمناطق المجاورة، ثم بإقليم مراكش، وقد تمتد إلى مناطق شيشاوة، خريبكا، هضاب الفسطاط والماس، منطقة واتزم، إضافة إلى مرتفعات الأطلس المتوسط، المناطق المجاورة تصل أيضا إلى منطقة فاس، سايس، مكناس، الحاج بالخميسات، ثم بمرتفعات الريف خصوصا الحي الشرقي ومعظم المناطق الشمالية الشرقية للبلاد، خصوصا منطقة توريرت وقرسيف ووجدة أنجاد، وشمال منطقة بوعرفة وفيقيق وبعض الهضاب العليا الشرقية. وخلال يوم السبت 26 من شهر أبريل من المحتمل أن تقتصر حالة عدم الاستقرار الجوي على بعض المناطق الشرقية والشمالية الشرقية للبلاد، خصوصا ناحية توريرت وقرسيف وتزا وبولوان ومرتفعات الأطلس المتوسط الشمالية منها والمناطق المجاورة والريف الشرقي. إذن متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله وقوته، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.